بوتين يهدد بقصف الجولاني ويحذر السعودية من توغل الجيش الإسرائيلي. قطر تسعى إلى تصدير الغاز الطبيعي عن طريق سوريا لأوروبا. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين. النهاردة حلقة قوية جدا. احنا شفنا اللقاء بتاع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة ال11 لمنظمة الدول الثمانية النامية. شفنا الرئيس أردوغان ورئيس إيران مجتمعين في قصر الإدارية الجديدة، وشفنا مدى انبهار الرؤساء الحاضرين من فخامة القصر وطريقة البنى. فعلا حاجة مشرفة، حاجة تليق باسم مصر وتليق بهيبة مصر شعبا وحكومة ورئيسا. كمان عايزين بقى نعرف بقى روسيا عملت ايه. روسيا باختصار كده، عارفين روسيا لما تيجي تقول محدش يقرب من نفوذي الا الغاز، لان تصدير روسيا للغاز الطبيعي عن طريق سوريا بتستفاد منه كتير جدا. اقتصاد روسيا يعتبر شبه ان هو قايم عليها، فلما تدخل قطر في الخط ده يعني هي بتلعب في نقطه، في يعني ايه، في لقمه عيش الشعب الروسي، فده مش هيحصل. كمان روسيا تهدد بقلب الموازين في سوريا في حاله لو قطر فكرت ان العمليه تتم. صورة السيد رئيس الجمهورية وهو في قصر الإدارية مع الرئيس أردوغان. الخريطة لو لاحظنا في خريطة ورا السيد الرئيس، الخريطة دي الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية دي من القرن ال19 الميلادي، والمكتبة دي تعد منارة علمية للعالم كله. قعدت أكتر من 1600 سنة، يعني بما يقرب مرتين قد تاريخ الدولة العثمانية كلها. فدي رسالة، احنا شعب له تاريخ، احنا شعب في العراقة له أمجاد. كمان ان طريقة أردوغان وجاي يقابل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان دور مصر الريادي والقوي في الشرق الأوسط، ده شيء بارز جدا. طبعا تركيا لهفت مدينة أدلب وحلب وحمص، وإسرائيل توغلت في الباقي. يعني إسرائيل كنا بنقول من يومين 3 خدت 300، الصوت مش واضح، كنا بنقول من يومين 3 إسرائيل توغلت وخدت 300 كيلو متر مربع من الأراضي النهارده إسرائيل توغلت في 500 كيلو متر مربع. طبعا احنا عايزين نفهم ايه اللي بيدور في سوريا وايه الرسالة اللي ممكن يكون أردوغان جايبها، وهو الاعتراف بأحمد الشرع كرئيس الإدارة السورية. أحمد الشرع أو الجولاني
او الارهابي سابقا غلط غلطة عمره، ان يجيب ارهابي زي محمود فتحي المحكوم عليه بالاعدام في قضية النائب العام هشام بركات رحمة الله عليه ويتصور معاه. دي برضو كانت رسالة. اما المصالح التركية في سوريا يعادلها مصالح مصر ومواجهة الإرهاب المحتمل من ليبيا. عرفنا ان روسيا نقلت معظم الأسلحة اللي كانت موجودة في سوريا لليبيا لمباشرة مصالحها. طبعا ما ينفعش روسيا تسيب الشرق الأوسط، لازم يبقى ليها قاعدة عسكرية. كمان قالت ان محدش يقدر يهوب ناحية القاعدة العسكرية الروسية داخل الأراضي السورية. ده اللي هدد بيه وحذر بيه بوتين للجولان. طب بالنسبة لسد النهضة، ما أكيد النهاردة المباحثات اللي كانت موجودة في مصر مع الرئيس أردوغان وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت سد النهضة. شفنا أردوغان وهو يتوسط صورة مع أبي أحمد والصومال رئيس جمهورية الصومال عشان يوصل لحل. طبعا ده على حساب مصالح مصر في أفريقيا. اوعوا تفتكروا أبدا إن الشعب المصري بيحب أردوغان ولا أردوغان بيحبنا. وزي ما اتفقنا علاقة بين الدول مش علاقة ان انا رايح اتكلم على بنت اختك، لا، علاقة الدول ببعضيها المقام الاول بتاعها هي المصلحة. انا مصلحتي ايه؟ انا مستفيد بايه؟ وده اللي بيعمله تركيا، وده اللي احنا برضو بنعمله. احنا على مسافة واحدة بين امريكا وبين روسيا. نحن لا اعداء ولا حلفاء، حلفاء في المصلحة، وعمرنا ما كنا اعداء لحد طول عمر مصر كده. وبرضه هفضل اقول واكرر، لو بصينا لحياة إلي كوهين كامل أمين ثابت الجاسوس، أخطر جاسوس عرفته سوريا، وحياة الجولاني هنلاقيها متشابهة جدا. الجولاني فرط في الأرض، فرط في العرض. لما يدخل جنود إسرائيليين على مواطنين سوريين امنين داخل بيوتهم ويخرجوهم، فمش موجود اصلا اداره. لما يجيب ماهر شقيقه ماهر الشرع ويوليه وزير للصحه، هي فين الحكومه اصلا؟ فاهمين؟ غيرنا ماهر الاسد جبنا ماهر الشرع. سوريا تستحق افضل من كده. سوريا والشعب السوري يستحق ناس افضل من كده، مش طاغية خاين ابن خاين تغيروه. هو ما هو سب، هو اللي هرب. قال للمجتمعين معاه يعني انا رايح الحمام، ركب الطيارة وعلى روسيا.
شغل خونة، ده عيل خاين. اما باللي عمله احمد الشرع او جولاني، ان كل الاراضي السورية تبقى مباحة قدام قوات الاحتلال. قوات الاحتلال بتفكر تاخد الشريط من سوريا للعراق. ربنا يحفظ الشعب العراقي ويحفظ الشعب السوري. شفنا عظمة مصر النهاردة، والرؤساء داخلين بيتفرجوا على جمال المبنى، على الفخامة، على الرقي، على التطور. ونشوف قنوات الاخوان الارهابية وهي بتقول ايه؟ بتقول لا بنطلب بطون المصري. لا، هيبة مصر اهم، هيبة الشعب المصري اهم. فعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي بنى مصر الجديدة، مصر التطور، مصر العلم. أرجوكم كلنا كمصريين، كلنا جنود في جيش مصر، نلتف جميعنا خلف القيادة السياسية الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي وقوات المسلحة المصرية، ونردد تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بيكم وليكم. أراكم في فيديو قريب إن شاء الله.